التحت للفوق. هانتوما شفتوها البنات من التحت للفوق. هلو الكبيدات، هاد البنت سولاتني على شنو هي الطريقه ديال العظومه ديال التمر بالنسبه للشفران. كتاخذوا 3 الحبات ديال العظومه ديال التمر، 3 القرنفلات و3 الصوص ديال الثوم، وكتحمروهم مزيان في مقله ثقيله او في الفران. من بعد كطحنوهم مزيان حتى تنيلوهم. كتاخذوا قرعه ديال الريسيل تكون خاويه، كديروه فيها، كتزيدوا عليه سوا زيت اللوز سوا غير زيت الروميه ماشي مشكل. المهم ما ديروش الزيت ديال الخروع واعر بزاف على العينين، يقدر يعمل لكم عينيكم الله يستر. من بعد ملي كتخليوه واحد 7 ايام حتى يطلق مزيان، من بعد كدوز بشطوبي الشفران ديالكم. ولكن اليوم غير نقول لكم واحد الوصفه خطيره 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 واعره وما فيهاش العذاب وما فيهاش الزيت نهائيا. سيروا تشوفوا معايا. من بعد ما كيوجد لكم هذاك الخليط وكيكون كيولي بهذا الشكل، اللون كيولي طالق فيه هذاك اليازير زائد اتاي. كتاخذوا كوطونتيج وكتغطسوه هكايا وكتبقاو دوزوا على شفرانكم بهذه الطريقه من التحت للفوق. هانتوما شفتوها البنات من التحت للفوق. انا شفراني البنات راه طوالين غير هما ما طالعينش، جايين لك القدام بحال القيطون. المهم البنات كتبقاو هكا من التحت للفوق والتحت كذلك مده 10 ايام. كتبدا تبان لكم النتيجه، والنتيجه خطيره البنات. الا عندكم حتى الحجبان ديالكم خاويين فراغات فيهم حتى هما ديروه لهم. وحتى الوصفه ديال العظام ديال التمر راه كتصلح للشفران وكتصلح للحجبان، وصفه زوينه بزاف والنتيجه ديالها خطيره. ما تنساوش تخليو لي رايكم هنايا لتحت في لي كومونتير باش نعرف واش جربتوا الوصفه. الا جربتوا الوصفه ضروري تخليو لي كومونتير باش الناس كلشي يستافدوا. باي باي.